السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. بدأنا خلاص في العد التنازلي وقرب علينا شهر رمضان، اللهم بلغنا رمضان. لا فاقدين ولا مفقودين احنا وكل حبايبنا يا رب. واي حد عنده بلاء او عنده كرب ربنا يشيل عنه يا رب ان شاء الله الكرب والبلاء. النهارده عملت كده الرز بلبن، وحاجه هتناسبك في شهر رمضان جدا، وكل ولادنا بيحبوه وكبار وصغيرين بيحبوا الرز بلبن. عملته بتركية حلوه جدا جدا، فرقت معايا في الطعم، فرقت معايا في القوام. خلتهولي كأنه في كريمه لباني، كان طعمه تحفه جدا جدا. شوفي الفيديو كده واعمليه بنفس الطريقه. عملت كمان مهلبية الفراولة، وحاجة كده بيور طبيعية لولادنا، ما فيهاش اي مواد حافظة خالص، وهتبقى حاجة كده مغذية وحلوة. واستغلي موسم الفراولة اليومين دول مالية السوق. هاتيها واغسليها كويس جدا وصفيها، رشي عليها سكر وحطيها في اكياس حلز. هتعيش معاكي من السنة للسنة. تطلعيها بقى تعملي منها عصاير، تعملي منها مهلبية اللي انت حباه. يلا بينا نشوف طريقة تحضير الرز بلبن. انا هنا غسلت كوبايتين من الرز، وده نص كيلو يعني من الرز. الكوبايه 250 جرام، وهقولك ليه دلوقتي. وضفت عليهم معلقتين من السكر، وضفت عليهم الكميه دي من الميه، وعايزه الرز يستوي خالص. طبعا يشرب الميه، هنضيف له ميه تاني. هنا الرز بصوا شرب الميه الاولانيه وبدا ان هو يزيد حجمه يتضاعف، وزودت له ميه تاني. انا ليه عامله كوبايتين نص كيلو؟ علشان انا هعمل 2 كيلو ونص من اللبن. تمام. كل كيلو لبن عليه كوبايه الا ربع من الرز. فانا عامله 2 كيلو ونص، فقولي ال2 كيلو هياخدوا معاكي كوبايه ونص، والنص كيلو حطيت له نص كوبايه. تمام. هنا معايا الفراوله غسلتها كويس جدا، شلت منها العنقود الاخضر، وهضيف لها بس الشويه دول من الميه اللي هي الكوبايه الصغنطوطه قوي دي. انا بشرب في الكوبايه دي قهوه، يعني كوبايه صغيره. وضفت لها سكر وهضربها. عايزه قوام الفراوله كده يبقى تقيل، ممكن تضربيها في الخلاط لو ما عندكيش هاند بلندر. انا عايزه قوامها يكون تقيل عشان نعمل منها المهلبيه. نزلت بيها كده في حاجه واسعه، الوك كده او اي حاجه واسعه عندك. بقيت بقى الفراوله دي هضيف عليها ميه. ضفت كده، ما غسلتش الدرق ولا حاجه، ضفت ميه وضفت 3 معالق من النشا. والنشا دي ماده الربط للفراوله. تمام. اما الرز بلبن انا مش بحط له نشا خالص، وهتشوفي معايا التركايه اللي هتخليهولك كانك حاطه فيه كريمه. بجد كان تحفه، والخطوه دي فرقت معايا جامد جدا. ركنت بقى النشا كده على جنب، وهنا بقى الرز بدأ معايا خلاص استوى خالص، بس انا لسه هسيبه شويه كمان. خدت منه ملو البوله دي، ودي هركنها كده على جنب برضو. بصوا حملاها بقى كده، واخد ملوها كده اهي زي ما انتوا شايفين. سيبها تبرد شويه، وخدت فيها شويه ميه. تمام. وهسيبها تبرد كده شويه. وبصوا الرز مستوي فيها خالص، بس انا هسيبه برضو يكمل تسويه علشان يشرب الميه اللي فيه دي كلها، علشان نضيف له اللبن. هنا بقى الرز لسه سايباه بيكمل تسويته زي ما انتوا شايفين بقى كده. هو اللي انا خدته منه ده كده الكمية اللي هي مناسبة لل2 كيلو ونص من اللبن. طبعا رز بلبن يبقى لازم يكون في رز يا جماعة، مش نحط كمية صغيرة. يعني في ناس بتقولي ان هي بتحط نص كوباية على كيلو اللبن. لا، كوباية الا ربع، ده المعيار المظبوط. كوباية الا ربع على كيلو اللبن، هيطلع معاكي تحفة زي اللي بتجيبيه من بره بالظبط. هنقلب بقى كده، وهنضيف بقى السكر بتاعنا. هنا نزلت باللبن كله، وده لبن يا جماعة بخيره من محل ألبان بجيب منه. ونزلت بالسكر، والسكر على حسب رغبتك، انت بتحبي سكرك ازاي. يعني ده السكر ده ذوقك انت. وهقلب بقى. اهم حاجه بقى في الموضوع ان انت تقلبي، اقعدي بقى قلبي وسبحي كده طول ما انت واقفه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام لحد ما يغلي معاكي. ما تزهقيش كده طول ما انت واقفه، سبحي وصلي على النبي. هتبصي تلاقيه كده غلى معاكي. اهم حاجه بقى التقليب ده. التقليب بيخليه يدي قوام كريمي، في نفس الوقت بيخلي الرز ما يلزقش تحت. معايا قشطه بلدي كده، هاخد منها صابعين وهنزل بيهم كده، هيدوا برضو طعم معايا. يعني اللبن بتاعي غني ومليان قشطه. وكمان انا ضفت له كمان صابعين من القشطه كده. دي قشطه لبنه انا جايباها من عند بتاع اللبن. هقلب بقى وايدي شغاله كده زي ما انتوا شايفين. هفضل اقلب فيه، ما توقفيش تقليب خالص علشان ما يلزقش تحت، وفي نفس الوقت يبقى قوامه كده يبقى حلو. ونقلب بقى زي ما احنا شغالين. وهندخل بعدها على التركية اللي قلتلك عليها، والتركية دي هتفرق معاكي في طعمه، في قوامه، وهتخلولك تحفة جدا. والناس اللي زيي ما بتحبش تضيف نشا للرز بلبن، لانه هو عبارة عن رز يعني داخله نشا، فمش بحب اضيف انا بصراحة نشا. يعني ماما معلمهولي، ما قالت لي ما تحطيش نشا خالص في الموضوع ده.
فانا اتعودت ان انا بعمله زي طريقه امي، فعمري ما حطيت له نشا، وبيطلع قوامه تحفه وبيبقى متماسك وحلو جدا. كمان الخطوه اللي هنعملها اللي جايه دي هتفرق معاكي في الطعم جدا. افضلي بقى اشتغلي تقليب كده. بصوا هو كده لسه ما تجانست مع الرز ومع اللبن، ولسه محتاج ان هو يتساب على النار، فسيبيه على النار. ويلا بينا نعمل الخطوه اللي انا قلتلك دي، اهم خطوه بقى عجبتني جدا جدا. هنا البولة اللي انا كنت واخداها من الرز دي وكنت فيها شوية المية، هنزل بيها كده في الهاند بلندر. ممكن تنزلي بيها في كوباية الخلاط وتضربي الكلام ده كله. انا هنا بضرب، طبعا انا هنا بصور بايد والايد التانية بضرب بيها، فالدرق مش ثابت. هضربه بقى كده واوريكي القوام بتاعه هيبقى عامل ازاي. بصوا بقى بعد ما ضربناه، شايفين عامل زي الكريمة كده؟ انا عايزة كده يبقى قوامه زي الكريمة، شايفين؟ وده بقى ايه اللي هيخليه لي الرز بلبن يختلف جدا في الطعم، يختلف في القوام، كأني عاملة كده مهلبية مش رز بلبن. كان تحفة بجد، وكان كأني حاطة فيه كريمة. نزلت بقى بكل اللي انا ضربته ده، وهقلب بقى كده، وده هيخليهولك يتقل، وفي نفس الوقت هتحسي ان انت حاطه كريمه، وطعمه هيبقى كريمي جدا جدا وتحفه بجد زي اللي بتشتريه من بره واحلى كمان. انا بصراحه كل اللي كله يوميها قال لي انت حاطه فيه كريمه مختلف كده وطعمه حلو. قلت لهم كلوا بس كده وفي الاخر هقول لكم. فكان حلو جدا. بصوا بقى ده اللي انا ضربته، ده اللي على الوش يا جماعه، ده من الفراوله. خلي بالكم ولا حد يقول لي دي ايه ده حاطه فلفل اسود، لا ده من الفراوله، لان انا كنت ضاربه في نفس الدوره اللي انا كنت عامله في الفراوله. نزلت كده ب3 معالق النشا اللي انا دوبتهم في ميه. وطبعا كده اول ما خدت النشا، شايفين الفراوله لونها بدأ ان هو يبهت كده. ما تقلقيش خالص، بعد ما تغلي اللون بتاعها هيرد تاني للون الاحمر الحلو. وما نضيفش اي حاجه. في ناس بتضيف جيلي وكلام من ده، لا ما تضيفيش اي مواد حافظه، علشان حاجه تاكليها بقى لاولادك تبقى كده ما فيهاش مواد حافظه. معايا 4 اكياس من الفانيليا، هنزل بيهم في اخر مرحله. هنزل ب3 كده على الرز بلبن، وواحد بس هضيفه على المهلبيه. تمام. نزلت كده ب3 اكياس على الرز بلبن، وكيس ضفته على المهلبيه. ودي بتكون في اخر مرحله. ونقلب بقى كويس جدا جدا لحد ما الرز يتطبخ مع اللبن. الرز بلبن لازم يتطبخ مع اللبن. يعني ايه يتطبخ؟ يعني يختلط بيه، يبقى كده تحسي ان هو امتزجوا ببعض. كده بقى تمام التمام خلاص. واول ما بتعملي الخط ده كده وما تلاقوش رجع على بعضه، تعرفي ان الرز بتاعك تمام. تمام. لكن لو رجع على بعضه ضم تاني زي المربى كده بالظبط، الاختبار اللي بنعمله للمربى، يبقى لسه عايز شويه يتطبخ على النار. هنا برضو كمان المهلبيه بتاعتنا تقلت، وبصوا ردلها اللون الاحمر تاني، وكانت تحفه بجد يا جماعه. وبصوا ما تضيفوش اي جيلي ولا اي حاجه من الحاجات دي عشان ما يبقاش فيه مواد حافظه. بصوا بقى الرز بلبن قوامه بقى كده خلاص اتعمل مع بعضه. كمان لما بيتغرف في الاطباق او في الكاسات بتاعتنا بيبتدي ان هو ايه يتقل. هنا معايا بقى اصابع القشطه كده اللي انا جايباها دي، بقطعها زي المارشميلو كده قد عقله الصباع علشان نزين بيها. طبعا الرز بلبن مع القشطه بيبقى طعمه حلو جدا، وبيخليها كده لها طعم. انا هنا كسرت اللون، حطيت فراوله، كان عندي فراوله شرحتها كده وعملتها بالشكل ده وحطيتها كده على الجنب. وهحط قطع القشطه كده. طبعا ما عندكيش قشطه، ما عندكيش فراوله، ما عندكيش اي حاجه، ممكن تعمليه ساده، هيبقى برضو لذيذ وحلو. ممكن تحطي رشه جوز هند وزبيب، رشه سوداني، اللي موجود والمتاح يا ست الكل. ما توقفيش نفسك واعملي الحاجه باللي موجوده عندك. هنضيف بقى كده الفراولة والقشطة، وهحط شوية فستق كده، كان عندي فستق. التزيين ده بقى طبعا على حسب المتاح عندك، ما عندكيش يبقى مش مهم اعمليه ساده. انا كنت ساعات بعمله ساده خالص. وزي ما انتوا شايفين بقى كده طلع معانا بالجمال ده، بجد كان تحفه. انا بس نسيت ان انا اقلبه بالمعلقه قدامكم وادوقه كده معاكم واوريكم قوامه، لان انا كنت بصور وانا اللي ماسكه التليفون، كانش في حد يمسك لي التليفون. فكان حلو جدا جدا بجد، وقوامه كان تحفه، كان جميل. خطوه ضرب الرز بالهاند بلندر دي او تضربيها في الخلاط هتفرق معاكي بعد ما يستوي كده، تاخدي منه ملو بوله كده، هيفرق معاكي جدا جدا، وهيخليهولك كأنك حاطه كريمه بالظبط. يعني انا كان كله والله اللي بياكل منه يعني بيقول لي في كريمه، في كريمه، في قوام كده مخليه عامل زي ما يكون في كريمه. فاعملي الخطوه دي هتفرق معاكي جدا. واعملي لهم بقى مهلبيه الفراوله. وزي ما قلت لكم انا ما حبيتش ان انا اضيف لها اي مواد حافظه نهائيا. يعني انا هو السكر ومع 3 معالق النشا
وبس على كده، ورشة الفانيليا، يعني مفيش اي مواد حافظة في الموضوع، حاجة كده يعني ولادك ياكلوها وانتي واثقة منها ان هي حاجة طبيعية. واستغلي بقى موسم الفراولة، خرطت كده فراولة على الوش ادت طعم حلو. طبعا الكمية الفراولة كانت عاملة معايا من الكوبايات الصغيرة دي 4، وكانت عاملة معايا من الكوبايات الكبيرة دي 2. بس انا لما صورت كانوا اكلوا 2 يعني. فده اللي كان موجود ساعتها، كانت الصغيرة دي كان في منها 4، والكيلو طلع معايا 4 من الكوباية الصغيرة و2 كوباية كبيرة. وطبعا اللبن، الرز بلبن، عشان حاطه بولات كبيره فطلع معايا الكميه اللي انتوا شايفينها دي. لكن طبعا لو هتحطيه في حاجات اقل هيطلع معاكي الكميه ال2 كيلو ونص دول كتير جدا. وعلى فكره كمان اتاكل منه، يعني اتاكل منه كان في 4 كوبايات على ما اظن او 3 اتاكلوا كمان. فصحه وعافيه على اللي كل. ويا رب كده ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وان شاء الله كده اي حاجه تعملوها تبقى كده جميله من ايديكم. وما تنسونيش في لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.